ارمي الكنافة في المية المغلية واعمليها بقى بالطريقة الجديدة، وانسي ان انت تعمليها بالطريقة القديمة تاني. عشنا طول عمرنا بنعملها بالطريقة العادية، تعالي اقولك ازاي تعمليها زي بتاعة المحلات ويمكن احسن كمان. هتجيبي كده الكنافة وترميها في المية المغلية، بس ما تنسيش لايك حلو منك بسرعة، وتعالي اقولك ازاي تطلع معاكي زي بتاعة المحلات ونعملها بالطريقة الجديدة. هتجيبي كده شوية مية زي ما انت شايفة، وهتنزلي بالكنافة لمدة ثانية، وبعد كده هتكوني مجهزة مصفى وترفعيها على طول. اهم حاجة المية بتاعتك بعد ما تكون غلت كويس جدا بتطفي عليها النار، وتحطي الكنافة كده لمدة ثانية بالظبط في المية وتصفيها على طول. لو انت خايفة ان الكنافة بتاعتك تدوب معاكي في المية وتبقى عجينة، ممكن تجيبي كده المصفى. ودي الطريقة التانية، ان انت كده تحطيها على البخار بتاع المية السخنة، بس تكوني مشغلة النار من تحت ورافعة الكنافة كده برضو، لو انت خايفة ان انت تسيبيها في المية. بس عايزة اقولك الحركة دي حلوة قوي، هتطلع معاكي في الاخر زي بتاعة المحلات ويمكن احسن كمان، بالذات لو كانت انت عندك كنافة وحطيتيها في الفريزر ولقيتيها نشفت معاكي. هتجيبي بقى كده معلقتين او 3 معالق كبار من السمن، وهتجيبي لون طعام، ده بتجيبيه من عند العطار، بيبقى لون طعام كده اورنج، وتدوبيهم كويس جدا مع معلقتين السمن. وبعد كده بتجيبي الصينيه بتاعتك ودهني طبقه محترمه جدا من السمن. ما تقلقيش، احنا عايزين الكنافه بتاعتنا هنعملها على عين البوتاجاز، فلازم كده تتقلي قلي في السمن، فانت لازم تكتري السمن شويه. وبعد كده بقى بتجيبي الكنافه بعد ما بتشيليها من الميه السخنه زي ما انت شايفه، وتبتدي ترصي اول طبقه. عايزه اقولك الحركه بتاعت الميه السخنه دي حلوه قوي، بتخلي كده الكنافه بتطلع معاكي طريه وهشه زي بتاعت المحلات، وهتشوفي النتيجه بنفسك. وعايزه اقول لك كمان لو كانت انت عندك كنافه مثلا بايته في التلاجة، برضو هتحطيها كده هتبقى طريه جدا وكانها لسه طازه بالظبط او لسه جايباها. بعد ما تفردي طبقه كده زي ما انت شايفه، هنعملها النهارده بالجبنه. هتحطي كده طبقه جبنه محترمه في النص، بس اهم حاجه تبعدي عن الاطراف حوالي كده ايه سنتي مثلا ولا حاجه على اطراف الصينيه زي ما انت شايفه. وهتجيبي بقى الطبقه التانية من الكنافه برضو بالمصفى كده، وهتبتدي ان انتي تفردي طبقة تانية فوق الجبنة. بس اهم حاجة الاطراف برضو تسويها كويس جدا، واضغطي بقى عليها. بصي، اضغطي عليها بقى باي حاجة تقيلة عندك، طبق او صينية تانية، وحطي بقى عليها رشة مية كده من البخاخة، دي برضو بتفرق جدا، بتخلي الكنافة بتاعتي تبقى متماسكة وحلوة قوي. وعايزة اقولك احنا مش هندخلها فرن، احنا هنسويها على عين البوتاجاز، وهتطلع معاكي تحفة وجميلة، وكل اللي هياكلها من ايدك هيسألك انتي عاملاها ازاي. هنعمل بقى الشربات، كوبايتين من المية على كوباية ونص من السكر وعصرة ليمونة، ونرفعهم على عين البوتاجاز. وتعالي بقى نسوي مع بعض الكنافة. هتجيبي كده على العين تبتدي ان انتي تهديها وتخليها زي الشمعة كده، وما تسيبيهاش خالص. اهم حاجة ان انتي تفضلي تلفي كده الصينية زي ما انتي شايفة، وتلفي الاطراف. لو سبتيها هتلاقيها اتحرقت منك واتلسعت منك، لا، اهم حاجة ان انتي تقعدي تحركي كده الصينية يمين وشمال. وهتعرفي ازاي ان هي استوت، هتبص كده تلاقيها اتحركت معاكي. بصي بتتحرك ازاي في الصينيه، وبعرف كده ان هي استوت وخدت الوش. هتجيبي بقى صينيه تانية وتقلبيها فيها بعد ما تحطي طبعا طبقه من السمن، وعايزه اقولك هتطلع تحفه. وهنبتدي نسوي الناحيه التانية. بصي طالعه جميله ازاي. هنبتدي برضو نسويها الناحيه التانية، برضو هتعملي كده الصينيه وتلفيها على عين البوتاجاز، تهديها خالص لحد ما تبتدي تستوي كده معاكي. وبعد كده وهي سخنه انزلي بقى بالشربات وهو سخن. الحركه دي حلوه قوي، بتخلي بقى الكنافه بتاعتك تبقى طريه كده من جوه، وفي نفس الوقت مقرمشه من بره، وطعمها حلو جدا. زي ما انتي شايفه شربت اول شويه من الشربات، احط لها شويه تاني. عايزاكي تجربيها بالطريقة دي بجد روعة. تعالي بقى نقطعها كده مع بعض ونشوفها تبقى عاملة ازاي. طالعة من جوه طرية وجميلة زي بتاعة المحلات السوري بالظبط، ويمكن اطعم كمان. كل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك انت عاملاها ازاي، وهياخد منك الطريقة. بس امشي معايا كده بالخطوات زي ما انا عملت معاكي، وجربيها بالطريقة دي بجد تحفة. بصي بقى طالعة ازاي. عايزاكي تجربيها بالطريقة الجديدة دي، وهتضمني ان هي تطلع معاكي ناجحة على طول. ودي كده كانت أول فكرة رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. وتعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده.
عشنا طول عمرنا بننضف الفراخ بالطريقه الغلط. هاتي كده ورقه فويل وتعالي اقولك ازاي تنضفي الفراخ، وتقولي بقى وداع لزفاره الفراخ ومش هتشمي لها ريحه زفاره، وهتنضفيها بمنتهى السهوله. كل اللي انت محتاجه كده قطعه من الفويل، وكمان هقولك على المحلول السحري للفراخ وللطيور، بيخلي بقى كده الفراخ تدوب معاكي بطريقه حلوه قوي ويبقى طعمها جميل. بس ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات واكسبي حسنات وانت بتشوفي معايا الفيديو، وكمان ما تنسيش اللايك الحلو منك لو اول مره تشوفيني. وتعالي اقولك ازاي بورقه فويل هننضف الفراخ. اول حاجه كده هتجيبي الفراخ بتاع الشهر، وهتجيبي بقى طبعا الجزء ده كلنا طبعا بنشيله عشان ده بيبقى برضو السبب في زفاره الفراخ، اللي هو الجزء ده. هتشيلي طبعا كل الاجنحه دي، وبعد كده هتروحي بقى على الحوض. يعني انت المفروض الخطوه دي تعمليها في الحوض، بس انا عشان التصوير هعملها قدامك هنا على الرخامه. بتجيبي طبعا تحت الحنفيه بقى كده، وتبتدي ان انت تغسلي الفراخ بتاعتك بالميه الاول، ميه عاديه. وبعد كده هتجيبي بقى معلقتين او 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقه صغيره من النشا، ومعلقتين كبار من ملح الاكل بتاعنا العادي. وهتقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض. وبعد ما تكوني شطفتي الفراخ الاول في الحوض كويس جدا بالميه، وبعد كده هتجيبي الدقيق ومعلقه النشا والملح، وتبتدي ان انت تفركي بيها بقى كده كل الفراخ بتاعتك وتخلصي كل الكميه. اهم حاجه تفركي كويس جدا من تحت ومن فوق ومن تحت الجلد. عايزه اقولك الزلال الابيض اللي بيبقى موجود في الفراخ ده هيختفي تماما. تنضفيها كويس جدا كده. بصي تفركيها كويس بالملح والدقيق ومعلقه صغيره من النشا. عايزه اقولك لو انت مشيتي معايا على الخطوات دي مش هتشمي ريحه زفاره ابدا للفراخ. بعد ما تخلصي بقى كل الكميه هتسيبيها برضو على الرخامه، مش هتغسليها دلوقتي، يعني هتسيبيها كده حوالي 10 دقايق على الرخامه بالدقيق والنشا والملح. وبعد كده هتاخديها بقى تحت الحوض وتبتدي ان انت برضو تشطفيها كويس جدا. تمام. طبعا الخطوه دي هتعمليها في الحوض علشان تشطفيها بميه كتيره وتنضف معاكي زي ما انت شايفه كده. هتلاقي الزلال الابيض اللي موجود في الفراخ ده اختفى تماما. بعد كده هتجيبي بقى يا ست الكل قطعه الفويل اللي انا قلتلك عليها. هتاخدي كده قطعه وهتجيبي طبق كبير وهتحطي فيها الفراخ اللي انت هتستخدميها مثلا النهارده او اليوم اللي انت هتعملي فيها النهارده الفراخ بتاعتك. وهتحطي عليها بقى ليمونه، هتعصري كده ليمونه، وهتسيبي القشر جواها بالشكل ده. وبعد كده هتجيبي بقى معلقه من البيكنج باودر، وهتجيبي بقى ورقه الفويل تبتدي ان انت تحطي كده الفراخ جواها. دي الفراخ اللي انت مثلا هتعمليها النهارده. عايزه اقولك الليمون والبيكنج باودر مع كتمه ورقه الفويل كده بتقضيلك على اي زفاره للفراخ، بجد روعه. هسيبها طبعا شويه. وبعد كده بتجيبي بقى معلقه ملح ومعلقه من السكر ومعلقه من البابريكا وعود من القرفه. وهتجيبي ميه تكون بارده وتقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض. وده بقى محلول نقع بتحطيه كده فيه الفراخ لمدة ساعة او ساعتين او من بالليل جوه التلاجة. عايزة اقولك بتخلي كده الفراخ طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت تدوب معاكي. ممكن تستخدميه وتعمليه للحمة او للطيور او الفراخ، جميع انواع الفراخ والطيور. وبعد كده هحط كده روزماري وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي زي ما انت شايفة، وهسيبها في المحلول ده قبلها بيوم او قبلها بساعة او بساعتين. عايزة اقولك بتخلي الفراخ تدوب كده ويبقى طعمها حلو جدا من غير اي زفارة. تعالي بقى نكمل باقي الافكار اللي موجودة في الفيديو.